على مر كل العصور اللي البشر فيها عاشوا على كوكب الأرض، عمر ما الصراعات والحروب والنزاعات ما وقفت ما بينهم وبين بعض. امبراطوريات كبيرة بتسقط وغيرها بيقوم وبيتوسع مكانها في رحلة مستمرة دايما للبحث عن أكبر قدر ممكن من السلطة والسيطرة على البشر والأرض والموارد. ووسط كل الهوجة دي بقى في كام دولة كده في العالم مش محظوظين للأسف، لأن الكام بلد دول ما عندهمش مثلا يوم الاستقلال أو عيد التحرير أو عيد الجلاء في البلد. وده بقى حصل بكل بساطة عشان البلاد دي أصلا عمرها ما تعرضت لأي استعمار أو احتلال خارجي جه وسيطر عليها طول تاريخها. ففي الفيديو ده هنكتشف الدول الاستثنائية دي اللي قدرت تحافظ على حريتها وسيادتها على أرضها، وإزاي قدرت تتفادى مصير دول مجاورة ليها وفضلت طول عمرها حرة وعمرها ما خضعت لأي مستعمر. دولة ليبيريا كنا اتكلمنا عنها هنا قبل كده على القناة، وقلنا ان هي اتأسست رسميا سنة 1847 لما كان في حاجة اسمها جمعية الاستعمار الامريكية، والجمعية دي كان اكبر اهدافها ان هي ترجع الامريكان ذوي البشرة السمراء اللي عايشين في امريكا ان هم يعيشوا في افريقيا تاني، لانهم في امريكا كانوا مضطهدين وعايشين حياة العبيد وما بياخدوش اي حقوق ليهم، لا اجتماعية ولا قانونية، ولا عارفين يعيشوا بحرية زي المواطن الابيض. فالجمعية دي كل اللي عملته ان هي بدأت تشتري اراضي في غرب افريقيا من السكان المحليين اللي هناك، وبقت تهجر الجماعة السود دول من امريكا للاراضي دي اللي اتأسس عليها بعد كده دولة ليبيريا، بدستور شبه بالظبط الدستور الامريكي، وعلم كمان هو نفسه علم امريكا بس بنجمة واحدة مش بنجوم كتير زي العلم الامريكي. وكمان في ليبيريا بعد كده سموا العاصمة بتاعتهم مونروفيا على اسم الرئيس الامريكي جيمس مونرو، اللي كان هو نفسه من مؤسسين جمعية الاستعمار الامريكية اللي اتكلمنا عنها في الاول. ودي الجمعية اللي كان لها دور كبير او السبب الرئيسي اصلا ان الجماعة دول يلاقوا وطن خاص بيهم يعيشوا فيه بحرية ومن غير اضطهاد. وبكده بقت ليبيريا هي اول واقدم جمهورية اتوجدت في افريقيا ومستمرة لحد النهاردة. ومن يوميها من ساعة ما تأسست سنة 1847 لحد اللحظة دي ليبيريا طول عمرها حرة وعمرها ما وقعت تحت استعمار اي عدو خارجي. في ايام الاستعمار الاوروبي كان تقريبا اي دوله موجوده في العالم هي عباره عن مستعمره محتمله لاي مملكه من الممالك الاوروبيه، ان ما كانتش هي فعلا اصلا مستعمره اوروبيه. ومفيش غير عدد قليل جدا من الدول هو اللي قدر يفلت من الاستعمار الاوروبي ده، زي مثلا دوله تايلاند اللي كانت محاطه من الشرق بالقوات الفرنسيه ومن الغرب بالقوات البريطانيه اللي كانت محتله الهند، ومن الجنوب كمان في هولندا اللي محتله اندونيسيا. وكانت تايلاند في الوقت ده اسمها مملكه سيام، وعموما اتغير اسمها بعد كده لتايلاند سنة 1939. وفي وسط كل النوش والجيوش الأوروبية اللي محوطاها من كل حتة دي، خليني أقول لك إن سيام أو تايلاند قدرت تحافظ على استقلالها، بالرغم إن هي برضو على فكرة في فترات معينة خسرت شوية من أراضيها لصالح الفرنسيين، لكن مفيش أي وقت من الأوقات جت قوة أوروبية استولت على البلد كلها وأعلنت إن هي مستعمرة خاصة بيها. واللي حصل ده كان نتيجة لشوية أسباب كتير، أهم الأسباب دي هو اتفاق ضمني كده بين بريطانيا وفرنسا، عبارة عن إنهم هما الاتنين شايفين إنه من الأحسن إن هما يسيبوا منطقة عازلة بين أراضيهم، ومحدش فيهم يفكر يستعمر او يحتل المنطقه دي ويسيبوها كده فاضيه ما بينهم عشان الحدود بتاعتهم ما تبقاش متوصله ببعض مباشره، عشان ما يفضلش يحصل بقى ما بينهم كل شويه خناقات او حروب على الحدود اللي ما بين مستعمراتهم على طول، لان اصلا الصراع اللي بينهم كده كده مش مستحمل معارك زياده. والتفكير اللي كانت بتفكر فيه فرنسا وبريطانيا ده مش هو السبب الوحيد برضه، لكن الملوك اللي كانوا بيحكموا مملكه سيام ساعتها كانوا دبلوماسيين من الدرجه الاولى، ومدركين كويس حجم الخطر اللي حواليهم في كل حته، وعارفين ازاي يمشوا حالهم مع الاوروبيين، بانهم مثلا كانوا بيبعتوا ولادهم يدرسوا في الجامعات الاوروبيه زي جامعه اوكسفورد، وبداوا واحده واحده ان هم يدخلوا العادات الاوروبيه جوه مجتمعهم ويلبسوا لبس شبه اللي الاوروبيين بيلبسوه. وكمان برضه في الناحيه الثانيه الملوك دول اهتموا بتقويه الجيش وزياده التسليح اللي معاهم كمان، عشان برضه لو حصل اي منكش يعرفوا يدافعوا عن ارضهم. وكمان اهتموا بسلطه الملك وزياده نفوذه جوه الدوله، وعملوا اصلاحات اقتصاديه خلت الملك والحكومه عارفين كويس يمسكوا البلد ويسيطروا عليها، وما تبقاش مثلا سايبه من جوه او تحصل فيها اي فوضى تعمل اي فرصة للاوروبيين ان هم يفكروا يخشوا يستولوا عليها.
بوتان هي عبارة عن مملكة صغيرة موجودة في قارة آسيا فوق جبال الهيمالايا، وأكيد أنت دلوقتي بتستنتج إن موقعها ده هو أكتر حاجة ساعدتها إن هي تفضل مستقلة طول تاريخها، لأن هي متحاطة بجبال عالية ومنحدرات وعرة جدا في كل حتة موجودة حواليها، وده بيخلي مهمة أي جيش يفكر إن هو يغزو بوتان هي مهمة شبه مستحيلة، اللي هو صباح الفل يعني الجيش ده عقبال ما يقعد يدوحر ويحاول إنه يتسلق الجبل ويطلع يكون الجماعة البوتانيين أصلا من فوق الجبل اصطادوهم واحد واحد من تحت. والجبال اللي محوطاهم من كل حته دي ما ساعدتش بس ان هي تحميهم من الاعداء، لكن خلت بوتان عباره عن مجتمع منعزل ومقفول على نفسه، فمحدش كان بيعرف ايه اللي بيحصل جوه ولا يعرف اي حاجه عنهم تفرق معاه، فبالتالي محدش كان اصلا بيفكر يحتلهم. وزيهم زي تايلاند برضو، لو فاكر ان احنا قلنا ان هم شاطرين جدا في الدبلوماسيه وبيعرفوا يمشوا امورهم بالتفاوض مع القوى اللي موجوده حواليهم، فبالتالي محدش بقى بيفكر ان هو يفرض سيطره عسكريه عليهم، سواء من الصين مثلا جارتهم او حتى من الهند اللي هي بقت اكبر حليف بيحمي بوتان. وكمان كان في استقرار كده جوه البلد نفسها، سواء من النظام الملكي او العادات الدينيه اللي هم كلهم مقتنعين بيها وبيعملوها، والثقافه القويه اللي زودت من وحده الشعب وخلت عنده هويه كده وقوميه تخليه ان هو يموت وهو بيدافع عن بلده ولا انها تحتل. الاستقرار والتماسك ده بقى قلل جدا من فرصه ان اي اضطرابات ممكن تحصل جوه بوتان من اللي بتستغلها القوى الاوروبيه عشان تخش وتسيطر على البلد. كل دي بقى اسباب عملت لنا من بوتان مثال حي على ان ازاي دوله صغيره مساحتها 38,000 كيلومتر، يعني يا دوب نص مساحه سينا مثلا، قدرت تفضل محافظه على حريتها واستقلالها وسط كل التدخلات الاجنبيه اللي بتحصل في البلاد اللي حواليها. ولحد النهارده بوتان لسه قادره تحافظ على سيادتها على ارضها. السويد هي دولة اسكندنافية موجودة في شمال أوروبا، بتتمتع بتاريخ طويل من الاستقلال والحرية، بالرغم إنها شاركت في حروب كتير جدا على مدار تاريخها، إلا إن مفيش في أي وقت من الأوقات أي قوة خارجية قدرت إن هي تحتل السويد. لو خدت بالك هتلاقيني قلت إن السويد موجودة في شمال قارة أوروبا، وده بيخليها برد جدا خصوصا في الشتاء، والبرد ده لدرجة إن أي جيش تاني الجنود بتوعه مش واخدين على الأجواء دي، فالجيش ده بكل سهولة هيخسر الحرب، وعمره ما هيقدر يقف قدام السويد ولا حتى هيفكر انه يغزوها في ظل البرد ده، اللي طبعا الجيش السويدي هي دي حياته اصلا. وعلى فكره السويد اصلا كانت قوه عسكريه هي كمان لا يستهان بها خالص، ومش اي حد يقدر يحاربها، خصوصا في عزها اللي هو في الفتره في القرن ال17 وال18، اللي هو يعني بين سنه 1600 ل 1800، اللي كانت فيها السويد عباره عن امبراطوريه واسعه ومسيطره على اراضي كتير من البلاد اللي حواليها، اللي هي دلوقتي النرويج وفنلندا، كمان مع اسطول قوي موجود في البحر عشان يحمي حدود السويد اللي في الميه من اي غزو ممكن تتعرض له. كل ده اصلا كان بيخلي اي عدو يفكر 1000 مرة قبل ما يقرر يروح يحارب السويد. ولو انت قعدت كده شوية تقرا عن الحربين العالميتين والاحداث اللي حصلت فيهم، بالرغم ان اوروبا كلها كانت مولعة، فانت تقريبا مش هتسمع سيرة السويد، وده كان مقصود مش بالصدفة، عشان السويد في فترة الحرب كانت بتتبع سياسة الحياد، اللي هو يعني معناه احنا والله مش عايزين حاجة ومش هنحارب ومش هندعم اي طرف على حساب التاني، اللي عايز يحارب يحارب وخلصوا انتوا حواراتكم بعيد عني. وفعلا السياسة دي نجحت ان هي تخلي السويد تتفادى الاحتلال من اي قوة عظمى كانت موجودة ساعتها. وكالعاده السبب اللي بنقوله كل مره في البلاد اللي فاتت اللي هو الاستقرار الداخلي وتماسك الشعب نفسه من جوه، اللي بيمنع اي اضطرابات او فوضى تحصل، لان هي الحاجات دي هي اللي بتبقى تلكيكه للدول الاوروبيه ان هي تيجي وتستعمر البلد. وكمان مع اقتصاد السويد القوي واللي بينمو طول عمره، مع وعي الشعب السويدي باهميه ان بلده تفضل حره واراضيها تبقى تحت سيادتها هي، ده كان بيعمل دافع كبير ليهم ان هم يدافعوا عنها بكل القوه اللي يقدروا عليها، وده اللي خلى فكره احتمال السويد تبقى احتمال بعيد، او زي ما احنا بنقول هي حاجه عمرها ما حصلت اصلا. سان مارينو دي هي دولة صغيرة جدا، هي ثالث أصغر دولة في قارة أوروبا بمساحة 61 كيلومتر بس، وكل أراضيها بقى واقعة جوه حدود دولة إيطاليا. وسان مارينو هي واحدة من أقدم الجمهوريات في العالم، وبتعتبر دولة مستقلة من سنة 301 ميلاديا. وبسبب بقى حجمها الصغير وموقعها اللي موجود فوق جبال في إيطاليا اسمها جبال الأبينيني، قدرت سان مارينو إن هي تبقى موجودة معانا في الفيديو النهاردة كواحدة من الدول القليلة جدا اللي فضلت محافظة على استقلالها طول تاريخها. لأنه أصلا مين الدولة اللي هتتعب نفسها وتشغل بالها وتخطط وتحرك جيوشها ويطلعوا فوق الجبل عشان يحتلوا سان مارينو؟ كل ده على ايه؟ 61 كيلومتر يعني ولا حاجه. وبكده دول 5 بلاد عمرهم ما وقعوا تحت اي احتلال اجنبي طول تاريخهم: لايبيريا، تايلاند، بوتان، السويد، وسان مارينو. وعلى فكره في دول تانية برضو غيرهم، ممكن ندخل معاهم اثيوبيا مثلا، عشان اثيوبيا برضو محدش طول التاريخ قدر يحتلها غير ايطاليا اللي احتلتها بس 5 سنين في فتره الحرب العالميه الثانيه، من سنه 1936 لسنه 1941.
الصين. انما غير كده اثيوبيا فضلت برضه مستقله طول عمرها. بس بيني وبينك كده ما تبقاش تقول لحد على حوار اثيوبيا ده، عشان زي ما انت شايف الفيديو بيقول لك ان انا هتكلم عن 5 دول بس. وبكده يا سيدي يكون كل الكلام اللي انا كنت محضره للفيديو ده خلص خلاص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وده اللي انتوا هتقولوه لي من خلال ان انت لو الفيديو عجبك تدوس لايك وتشترك في القناه من تحت الفيديو لو ما كنتش مشترك. واخر حاجه هقولها لك قبل ما الفيديو يخلص، لو كنت اول مره تشوفني خش كده خد لك لفه في باقي الفيديوهات اللي موجوده على القناه وان شاء الله هتعجبك. وبس كده، سلام.